هو أكبر أبناء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث ولد في 28 من حزيران عام 94. وأنهى سموه دراسة المرحلة الثانوية من مدرسة كينجز أكاديمي في 29 من أيار الماضي. وفي 2 من تموز عام 2009 صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية سموه وليا للعهد. وبهذه المناسبة وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى ولي العهد قال فيها: أحببت أن أبعث إليك بهذه الرسالة، ونحن نحتفل ونسعد بإكمالك 18 من عمرك المديد إن شاء الله، مما يؤهلك لتحمل أمانة المسؤولية وأعبائها، لعلها تكون منارة تهتدي بها وتستلهمها في قادم الأيام أسلوب حياة ومنهج عمل. وأضاف جلالته أن المسؤولية أمانة، وأن خدمة الشعب واجب وشرف، وأن الحاكم الصالح يرى نفسه خادما لرعيته وإن كانوا يرونه سيدا لهم. وقد تعلمت من جدك الحسين رحمه الله أنه يجب أن أنظر إلى كل واحد من شعبي على أنه بمكانة الأخ أو الأب أو الابن، فأوقر كبيرهم وأرحم صغيرهم وضعيفهم، وأساوي بينهم في الحقوق والواجبات، وأصفح وأعفو عمن أساء منهم، وأصل الليل بالنهار لخدمتهم والسهر على مصالحهم ومستقبل أجيالهم القادمة. ولم تكن العلاقة بيننا نحن الهاشميين وبين الشعب الأردني الوفي العزيز علاقة حاكم ومحكوم، بل كانت علاقة محبة واحترام وتراحم وتكافل، علاقة أفراد الأسرة الواحدة المتحابة بعضهم بعضا.